السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في شغل زمان. النهاردة هنعمل طاقية لبيبي من 3 شهور لست شهور، وهي طاقية بالكروشيه التونسي. وأنا عملتها يعني نفس الموديل بتاع الشراب ونفس الألوان بتاعة الشراب والجاكيت عشان يعني يبقوا طقم مع بعضيهم. الطاقية ديت عملتها بالغرزة الخلفية والغرزة الأمامية، وأنا عملتها 3 صفوف. 3 صفوف. هي طلعت يعني شكلها ظريف وتنفع يعني للشباب، حتى للشباب الكبير لو حبيتي تنفذيها بمقاسات أكبر. ولو حبيتي تقللي في الصفوف، يعني يبقى مثلا بدل ال3 صفوف رصاصي و3 صفوف أبيض، يبقى صفين وصفين أو صف وصف. مع الخيط كمان الرفيع بتبقى جميلة جدا، ما تفرقهاش عن التريكو وعن الايس كاب الجاهز. لان اولا فيها وسع فيها مط، لان الغرزه عامله زي الريبن كده البليسيه، فتبقى جميله جدا مع المقاسات الكبيره. ومش هتفرقيها يعني عن التريكو خالص. فان شاء الله تعجبكم التصميم بتاعها ويعجبكم الطريقه بتاعتها، وتنفذوها بمقاسات تانية، لان هي شكلها ظريف في المقاسات الغرز. ان انت لو عملتيها على ارفع او على اسمك اكبر، يعني 4 صفوف و4 صفوف، هتبقى شكلها جميل جدا. بس لو اخترتي الوان حلوه تمشي مع بعضها، يعني تبقى مناسقه مع بعضها، تنفع قوي للشباب وللكبار. وان شاء الله تعجبكم، وهي للاطفال ظريفه برضو، وللبنات الصغيره لو استخدمتي اباليك واستخدمتي فيها مثلا ديكورات، تنفع للبنات الصغيره. فان شاء الله تعجبكم وتكون سهله عليكم، وما يكونش فيها اي مشكله. انا هستخدم نفس الخيط اللي انا عملته في الجاكيت والشراب اللي انا عملته قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. ودي طاقيه لبيبي من 3 اشهر ل6 شهور، فمش هتاخد خيط كتير. وهي طاقيه بالكروشيه التونسي. انا عملتها نفس الشكل بتاع الشراب عشان تبقى يعني هي والشراب طقم واحد، فان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. فانا عندي ابره كروشيه تونسي كبيره 4.5 مليمتر، وعندي ابره بسلك 4 مليمتر، وانا عامله ابره 4 وربع مليمتر بسلك. انا بفضل الشغل بالكروشيه التونسي بالابره اللي بسلك، بتبقى اسرع. لكن طبعا يعني لو انت حابه تستخدمي الابره دي عادي، يعني انا برضو ساعات بشتغل بيها. فالنتيجه واحده، هي النتيجه واحده. ومتر عشان نقيس الطاقيه، وابره الخياطه علشان نخيط الطاقيه في الاخر. هنستخدم الاول الخيط الرصاصي في عمل الطاقيه. نعمل العقده العاديه ونعمل حوالي نبتدي ب25 سلسله. أربعة وعشرين، 25. ونقيس لان ده هيبقى طول الطاقيه، احنا هنشتغل ده الطول. فهي الطاقيه من 3 شهور ل6 شهور حوالي من 15 سنتي ل16. فاحنا نقيس كده ونشوف السلاسل وهي مستريحه قد ايه. 15 سنتي. ممكن نزود يعني كمان واحده، على اساس ايه؟ ان ساعات الشغل بيشد اثناء يعني الشغل، يعني بيشد. فهي جايه كده 15 سنتي مستريحة، يعني مش مشدودة، داخلة كمان على 15 ونص. ممكن كمان نزود واحدة كمان، يبقوا 17 سلسلة. بعد كده نحط السلاسل على الإبرة زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده. الطاقية دي هنشتغلها بالغرزة الأمامية والغرزة الخلفية. وهي يعني سهلة في طريقتها، ان شاء الله هتعجبكم في طريقتها، لانك انت اللي بتتحكمي في الطول والعرض. الطول اللي انت عايزاه ده الطول اللي احنا يعني بنعمله، والعرض اللي انت عايزاه. نحط السلاسل كلها على الابرة زي ما اتعلمنا.
لحد الاخر. وناخد بالنا ان احنا لما نيجي نشتغل نمشي على طول بنفس العدد. نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وادي 3 6 7 27 سلسلة. نطلع من واحدة زي ما اتعلمنا اول مرة، وبعد كده نطلع من 2 لحد اخر الصف. وده يعتبر الصف الاولاني. ده يعتبر الصف الاولاني. احنا هنشتغل اللون الرصاصي بالغرزة الامامية. هندخل ورا الخيط ده وندخل جوه كده ونسحب الخيط ونحط الخيوط تانية على الابرة، الغرز تانية على الابرة. يعني هنشتغل الرصاصي بالغرزة الامامية اهي كده. اللي احنا عملناه ده يعتبر الصف الاولاني، وهنعمل صف تاني اللي احنا بنشتغله ده. وانا عملت فيديوهات قبل كده بالغرز دي كلها، الغرزة الامامية والغرزة الخلفية. يعني اللي حابب يعرف الغرزة دي بتتعمل ازاي او بيشوف الفيديو ده لأول مرة اهي، بندخل كده ونحط الخيط على الإبرة لنهاية الصف. وصلنا كده لآخر غرزتين نشتغلهم كده، والأخرانية ناخد الخيط ده والخيط اللي وراه اهي بالطريقة دي كده. 27 غرزة رجعوا تاني على الإبرة. هنطلع برضو من أول واحدة على طول، بنطلع من أول واحدة وبعد كده نطلع من 2 لنهاية الصف. سحبت كده الخيط ووصلت لحد آخر غرزتين. هي البداية بس اللي احنا هنعملها صفين والنهاية علشان لما يتقفلوا مع بعض يدي نفس الشكل بتاع الطاقية، ما يبقوش مختلفين. فالبداية بس هي اللي هنعملها صفين، ودايما نقف لحد آخر 2 وبعد كده ندخل اللون الجديد لما نيجي نغير اللون اهي. يعني نسحب آخر غرزتين ونجيب الخيط اللي قدامنا ده كده، القديم لازم نجيبه قدامنا، وده برضو نفس الحكاية هيبقى قدامنا برضو. ونسحب الغرزتين الاخرانيين باللون الجديد، اللون الابيض. وناخد بالنا ان الغرزة التانية دايما بتبقى مخفية كده علشان ايه يعني ما يحصلش نقص. فدايما الغرزة التانية الاولانية هي اللي على الابرة، لكن التانية ناخد بالنا انها بتبقى يعني مخفية كده. ناخد بالنا دايما هنعمل الابيض بالغرزة الخلفية. هي التانية الاولانية دي بتبقى يعني اهي. بعدين نرجع الخيط تاني الغرزة الخلفية وانا عملت برضو فيديوهات ليها اهي، ان احنا بنجيب الخيط كده وناخد الخيط ده كده ونرجع دي كده ونعمل الغرزة كده ونسحب. دي الغرزة الخلفية. هنمشي بالطريقة ديت 3 صفوف. ده الصف الاولاني، وبعد كده نعمل صفين تانيين واوريكم نبدل ازاي. خلصت كده 3 صفوف من الابيض، واحنا هنا عملنا صف واحد مع الصف الاولاني يعني صفين. ونربط الخيط دوت علشان للامان عشان ما يتفكش. وبعد كده زي ما اتفقنا اخر غرزتين هنطلعهم، بس نجيب الخيط القديم كده قدامنا والخيط الجديد يعني التبديل يبقى قدامنا، الخيوط كلها تبقى قدامنا.
ونطلع بالخيط الجديد من الغرزتين دول. هو التبديل بيبقى بالطريقة دي، وناخد بالنا دايما من الغرزة اللي هي الأولانية ديت بتبقى دايما مخفية ورا الخيط، ناخد بالنا منها علشان نفضل على طول ماشيين بال27 غرزة ما ينقصوش مننا. طبعا اللون الرصاصي هنمشي بيه بالغرزة الأمامية بالطريقة دي، ونفضل بقى ماشيين بالطريقة ديت 3 صفوف رصاصي، 3 صفوف أبيض، 3 صفوف، يعني نروح ادي صف، يعني نروح ونرجع ادي صف، وبعد كده نروح ونرجع الصف التاني، نروح ونرجع الصف التالت، وبعد كده نبدل الأبيض. نمشي بالطريقة دي لحد ما نوصل لطول 24 سنتي أو 25 سنتي على حسب العرض اللي انتي هتقفلي الطاقية بيه. يعني العرض مثلا منه، يعني البيبي صغير هيبقى 24 سنتي، يعني 12 هنا و12 ورا، 24 أو 24 ونص، يبقى ده العرض بتاع الطاقية، والطول اللي احنا عملناه اللي هو الطول ده. نمشي بقى بالطريقة ديت لحد ما نوصل ل24 25 سنتي. وصلت كده للطول المطلوب، وهبتدي بقى ايه، انا عملت صف من الرصاصي، وهقص الابيض عشان خلاص انا مش عايزاه تاني. وطبعا هربطه واخفيه في الخيوط، وهبتدي بقى ايه اقفل الطاقية، اقفل الغرز ديت. هشتغل طبعا، انتوا عارفين ان الرصاصي بنشتغله بالغرزة الامامية، واسحب واقفل الغرز بالطريقة دي لحد اخر الصف، ادخل واشتغل غرزة عادي واسحب بالطريقة دي، ادخل واسحب لحد اخر الصف. بندخل ورا الخيط ده كده، ونسحب الخيط ونسحبه، ويبقى كده الغرزة اتقفلت. وصلنا كده لاخر غرزة، بناخد الخيط ده والخيط اللي وراه ونسحب الخيط ونطلعه من الغرزة، وايه، وبنقفل الغرز كده، وكده الغرز اتقفلت. ولو انتوا عايزين تعرفوا الطول بتاعها اهي، يعني هي من غير شد 20 سنتي، لكن هي من النوع اللي بتتمط، بتبقى فيها وسع كده لانها عامله زي البليسيه، فهي داخله على اهي 24 سنتي بالطريقه دي اهي، بالطريقه دي اهي، لان هي فيها مط جامد اهي، عامله زي البليسيه بالظبط كده، زي الريبنج اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ابره وخيط، وهنخيط الطاقية من فوق، من عند تبادل الخيط، عشان ده يبقى الطرف بتاعها، ونعمل عقدة هنا بالطريقة دي عشان نخيطها، عقدة تانية للأمان، وبعد كده نمرر الإبرة عشان هنكشكش الطاقية. بالطريقة دي ونزق الطاقية كويس بشويش كده، من غير ايه
ما نقطع الخيط ناخد بالنا الخيط يتقطع. ونعقد، نعمل عقدة تانية. بعدين نمررها تاني الإبرة، عشان خلينا نمررها من هنا عشان ايه؟ للأمان، ويبقى تقوية للخيط. وبعد كده واحدة واحدة بقى، غرزة غرزة نخيط الطاقية. عايزة تعمليها من جوه، عايزة تعمليها من بره، شوفي اللي اريح لك واللي يطلع الطاقية شكلها حلو. هنا بقى ايه، احنا مننا عملنا الصفين بس من الرصاصي، وصفين في الاخر، ف هيطلع الشكل زي كل واحد بالظبط، لان كل واحد 3. اهي الطريقة دي لحد اخر الصف. خيطتها كده وخلصتها اهي، ومش باينه الخياطه خالص. والرصاصي اللي انا خيطته في رفع كل واحده من الطاقيه، لان احنا قللنا في ده بس، لكن ما قللناش في كل واحده في الطاقيه. يعني كل صف 3 الا البدايه والنهايه 2، فلما قفلوا مع بعض ادى شكل كلهم زي بعضيهم بالظبط. وانا عملت لها كرة الخيط. ودلوقتي هنعمل لها كنار بسيط بغرزة الحشو، عشان يعني نقفلها. نيجي في البداية في الحتة اللي احنا خيطنا فيها، ونبتدي هنعمل غرزة حشو داير ما يدور الطاقية. بندخل كده ونسحب ونطلع من 2، ندخل ونسحب ونطلع من 2. دي اسمها غرزة حشو بكروشيه العادي، يعني سنجل كروشيه. لحد اخر الصف، في كل سلسلة غرزة حشو. وصلت كده لنهاية الصف، هنعمل غرزة حشو في كل سلسلة، ونقفل بعد كده بمنزلقة. لحد اخر الصف بالطريقة دي، ونيجي للغرزة الاخرانية ونقفل ونسحب الخيط اهي. وطبعا نغفل الخيط من ورا ونربطه. وكده الطاقية خلصت زي ما انتوا شايفينها كده. يعني فيها وسع جامد اهي. ولو انتوا عايزين تعرفوا طولها بالظبط 15 سنتي، والعرض 11 سنتي. 11 منها لسه جديدة فمشدودة شوية اهي. 12 سنتي يعني 24 سنتي. وهي حلوة للسن دوت من 3 شهور ل6 شهور. وهي ما خدتش خيط كتير، خدت بس البكرتين اللي انا وريته لكم، الرصاصي والابيض، والرصاصي زي ما هي بس. يعني خدت حوالي 30-40 متر من الخيط دوت. وان شاء الله تعجبكم. وهي تنفع برضو الغرزة دي ممكن تنفع للبنات لو احنا اخترنا الالوان للبنات، وعملنا لها مثلا ورد، او عملنا يعني اباليك للبنات. يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.